النهاردة هنعمل مع بعض البيض بالطماطم. ده هينفع طبعا معانا في السحور وهينفع معانا بعد رمضان في الفطار وفي العشاء. ويلا بينا نبتدي اقول لكم هنعمل ايه. هنجيب طاسة وهنحط فيها حتة زبدة او حتة سمنة. هنسيبها تسيح كويس كده في الطاسة بتاعتنا. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير لكل الفيديوز بتاعتنا عشان يوصل لكم كل جديد. احنا مجهزين لكم وصفات حلوة جدا عشان رمضان ومكملين معاكم كمان بعد رمضان. بعد ما هنسيح الزبدة بتاعتنا كده هنكون مقطعين شرايح طماطم كده صغيرة خالص على شكل السلطة، وهنبتدي ننزل بيها بالشكل ده. هنبتدي نديها تقلبتين تلاتة كده على النار لغاية لما تتسبك شوية. خلوا النار بتاعتكم دايما هادية في الحاجات دي. وبرضو ما تنسوش تعملوا لنا فولو على الانستجرام والتيك توك والفيسبوك، عاملين حاجات هناك عظمة. الوصفة دي سهلة جدا وسريعة ومش بتاخد وقت خالص. هما كل الموضوع بالظبط في 3 دقايق بنقدر نكون عملنا فيهم أحلى طاسة بيض ممكن تاكلوها. الناس اللي مبتحبش البيض لوحده هيحبوا قوي الأكلة دي. وعلى فكرة هي ميزتها إن هي موفرة، يعني احنا كل اللي محتاجينه هي طماطماية وتقريبا بيضتين على حسب الكمية اللي احنا عايزين نعملها. تقدروا تعملوا طبعا الكمية اللي انتوا عايزينها براحتكم، تزودوا الطماطم تزودوا البيض زي ما انتوا عايزين على حسب عدد الأفراد اللي هياكلوا. وميزتها إن هي تنفع في الفطار بعد رمضان وتنفع في السحور في رمضان وتنفع في العشاء. وطبعا هي وجبة جوع آخر الليل أنا مسميها كده. هي جميلة جدا وحلوة ومفيدة كمان. لو لسه ما عملتوش اشتراك في القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو. مستني رأيكم في التعليقات، وعايزكم تقولولي كمان محتاجين نعمل لكم ايه وصفات الفترة الجاية، عشان هنعمل لكم حاجات كتير قوي وعاملين حاجات عظمة هنا وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى التيك توك. كده بقى الطماطم بتاعتي اتسبكت وبدأت ان هي خلاص المية بتاعتها اللي موجودة خلاص هتبتدي تنشف. زي ما انتوا شايفين مش عايز المية تنشف خالص، انا عايز يكون لسه فيها مية. وبعدين هقوم نازل عليها بالبيض بتاعي. انا عملت بيضتين بس زي ما قلتلكوا. هديها بقى رشة الملح بتاعتي، اقوم نازل عليها برضو برشة فلفل اسمر كده. احلى حاجة فيها ان هي مش بتاخد وقت وطعمها تحفة تحفة تحفة. هديها تقليبة كده مع بعضيها بحيث بس ان البياض يستوي، وكمان الصفار كده يخش مع البياض يخش مع الطماطم. بجد صوص الطماطم فيها بيبقى ليه طعم جميل جدا. وبالهنا والشفا، باي باي.